بسم الله الرحمن الرحيم. معكم محمد من تكنو اب. النهارده هنعرف طريقة عمل باسورد قوي، ازاي ان احنا نعمل باسورد قوي بحيث ان محدش يقدر يكتشفه او حتى ان هو يتوقعه. تمام، ازاي ان احنا نعمله؟ طبعا باسورد قوي ده ممكن يفيدنا في حاجات كتير. ممكن وانت بتعمل ايميل، وانت ممكن بتعمل باسورد الواي فاي، او باسورد حتى للفيس، او اي حساب عندك. اول حاجه يا جماعه، الباسورد لازم يكون اكتر من 8 حروف او ارقام. تمام، حروف، ارقام، اي حاجه لازم يكون فوق ال8. تمام. تاني حاجه لازم يكون في حرف سمول، في حرف كابيتال، وفي يكون في رمز، ويكون في رقم. تمام، الاربع حاجات دول مهمين جدا. بتصعب طبعا على الواحد ان هو يكتشفه، او على حد يعمل لك هاك، او حد يكون مثلا قاعد جنبك وبص عليك وانت بتكتب الباسورد، فصعب ان حد يكتشفه او يتوقعه بسهوله. ويكون فوق التمانية. تمام، 8 ارقام، 8 حروف، او كومبلكس، او يكون بشكل معقد. طبعا في الاربع حاجات اللي انا قلتها، حرف كابيتال وحرف سمول ورمز ورقم. طب ايه حاجات المحظورات اللي انا ما ينفعش اكتبها كباسورد حتى لو عملت لها كومبلكس، او عملت لها يعني حاجه معقده؟ طبعا ما ينفعش تكتب باسورد تاريخ ميلادك، لان في ناس اكيد هتكون عارفه تاريخ ميلادك وهتحاول تتوقع ان هي تعمله، او اسمك بالعربي او بالانجليزي. تمام، او حتى رقم تليفونك. الحاجات دي تبعد عنها، لان بسهوله جدا ممكن حد لو عارفها يقدر ان هو يكتشفها ويجرب فيها حتى على الاقل. تمام، اتمنى يكون الفيديو عجبك ان شاء الله. متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه.